السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم. يقول من طول الغيبات جاب الغنايم. جبنا لكم الغنايم. سالفة الحين، سالفتنا بطلها قاضي رئيس محاكم تبوك في أثناء ما جاء الأمير سلطان رحمة الله عليه زيارة. كان الأمير من منطقة تبوك وكان حوله شيوخ قبائل منطقة تبوك وبعض الرجال الدولة. واحد نقز قال يا طويل العمر اسأل رئيس المحاكم عن قصته مع امرته وكيده كيف احتال عليها. قال يا طويل العمر أنا متزوج ثانية لكن مبسر ولا تدري زوجتي الأولى، وكانت تشكبي وضعها أبد تلاحظ علي. يقول كانت تلاحظ علي غيابي وكذا وتعذر بالعمل وكانت تشكني متزوج وكانت تسألني وأقول لها لا أجحد. يقول مع كثر السؤال وقرقرتها قلت خلني أريحها تخبر. يقول الحريم ذهينات. يقول رحت لزوجتي الثانية الجديدة وقلت أبغى تروحين عند زوجتي الأولى وتقولين أنا شاك إن زوجي متزوج علي، فتقولين لي أبغاك تشوف لي حل مع زوجي ومالك شغل بالباقي. يقول وأنا أرسل المرأة وراحت وقالت أنا أبي الشيخ، وقالت خلاص احتريها ما يجي وإن شاء الله خير. وتقعد قهويها. يقول وأنا أجي يقول يوم جيت البيت وقالت لي مرتي فيه مرة تبيك بموضوع. قلت خلاص تعالي أنت وياها وخلها تكلمني من وراء الباب. يقول تجي هي والمرة وهي تقف عند الباب. قلت يش عندس يا بنتي؟ قالت يا شيخ أنا شاك زوجي متزوج علي. قال يا بنتي هذا الشيطان يوسوس لك وهذه ما يصير، لازم تثقين بزوجك. شفت ام فلان والله أنا تشكني متزوج عليها، لكن قدامك وقدام ام فلان أي مرة بذمتي خارج هالبيت علي الحرام إنها طالق ولا ترجع وريها طالق بالثلاثة أبد ومحرمة علي. وأم فلان يقول تبسط تلعب سامري أبد استانست إني من متزوج عليها. على حسب ما قالوا القوالة زي ما سمعت السالفة يقول إن الأمير قال له كيدك غلب كيده. ونختم بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على آله وصحبه أجمعين. اللهم نستغفرك وأتوب إليك إني كنت من الظالمين. وسنابي بحطه فيه ذا عرفتوا، والقصة راح أنزلها بقناة باليوتيوب باسم فرحان الخمشي. لا تنسى اشتراك بالقناة واللايك. وبعدين لما ترسل على الخاص وأنا ما خلصت من قصتي يا أخي تقطع حبل أفكاري أرد عليك وأرجع وكذا. تحياتي لكم تصبحون